السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أعمل معاكم فاصوليا خضراء باللحمة المفرومة. طبخة كتير سهلة وكتير طيبة تقدميها جنب رز. هلا بطنجرة على الغاز نزلت معلقتين زيت وبصلة مفرومة، قلبتهم حتى دبلت البصلة، نزلت عليها اللحمة المفرومة خشنة، ضليت أحرك فيها حتى تغير لونها. هلا برش عليها معلقة فلفل أسود، طبعا معلقة صغيرة، وحركتهم. هلأ نزلت عليهم مي مغلية 4 كاسات، تركتهم لمدة ربع ساعة يتسبكوا مع بعض. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي وفعلوا جرس التنبيه ليصلكم دائما كل شي جديد. هلأ تقريبا أخذت نص استواء، رح أنزل عليهم الفاصوليا. طبعا الفاصوليا غسلتها قطعتها صغير حسب ذوق ست البيت كيف بتحب تقطيعة الفاصوليا. هلأ راح أجيب بندورة وأنزلها بمي سخنة وأقشرها وأنزلها في بريق الخلاط، وأنزل عليهم 4 أسنان توم وأخلطهم وأنزلهم على الفاصوليا وبحركهم. وراح أنزل عليهم 3 معالق معجون البندورة حتى أخذ كثافة ولون كتير غامق حلو. وبحركهم وبتركهم يغلوا. هلأ بدت تغلي. هلأ بس غليت، شوفي لونها كيف صار. هلأ برجع بنزل عليها فلفل أسود وبرشة ملح، معلقة صغيرة ممسوح من السكر. طبعا لازم تحطي دائما على البندورة سكر حتى تعادلي حموضة البندورة. هلأ بقدح لها توم وبنزلها على البندورة على الفاصوليا وبحركهم وبتركهم يغلوا لمدة 5 دقايق. تركتهم يغلوا 5 دقايق. هلأ صارت جاهزة للسكب. سكبتها، شوفوا ما أحلى لونها كيف كثيف الصوص. قدمتها جنب رز. طبعا أكيد راح تقدمي جنبها مقبلات. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بقناتي، وألف شكر على المتابعة.